نظمت المؤسسة العمومية الاستشفائية الشهيد بن عمرو الجيلاني بالوادي توأمة مع المستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة لمدة 3 أيام من 8 إلى 10 من شهر ديسمبر الجاري، وتعتبر هذه المبادرة الثانية من نوعها. وتندرج هذه التوأمة ضمن توصيات وزير الصحة والسكان السيد عبد المالك بوضياف، وتهدف إلى تقليص عناء التنقل إلى ولايات الشمال وكذا إلى دول أجنبية مجاورة. البعثة هذه الثانية من نوعها تحصل المؤسسة على بعثة تتكون من 10 أطباء إخصائيين، بينهم البروفيسور شوبيرة مختصين في الجراحة العامة والجراحة بالمنظار. وهذا ومن المنتظر أن تقام من 60 إلى 80 عملية خلال هذه الفترة وبوسائل حديثة كالجراحة بالمنظار، وتتعدد العمليات المبرمجة من أمراض بسيطة كالفتق والمرارة وأخرى مستعصية كسرطان الثدي. هذا العمل الهدف الأول تاع العملية هذه هو يكون في صالح المرضى هنا اللي في الجنوب، باش ما نخليوش المرضى هادو يكونوا لازم عليهم يسو ديبلاس في ألجي ولا سو قسنطين باش يديروا عمليات جراحية. الحمد لله جاتنا ليكيب من قسنطينة، منها لي شيروجيان قاموا بالواجب، خدموا خدمتهم. وقد استحسنت عائلات المرضى بهذه المبادرة التي سهلت عليهم عناء التنقل بالإضافة إلى مجانية العلاج.